معالي الباشا. ازيك يا باشمهندس؟ مساء الخير يا طنط. اتفضلي يا مدام. اهلا بحضرتك يا عمر افندي. سعادة البيه. تؤمر معاليك. كل دي القاب؟ ده في اكتر من كده بكتير. انا ندى وده ندى توكس. يلا نبدأ حكايتنا. العالم مليان بالالقاب. دول العالم كلها عندها القاب، بس خاصة في مصر من زمان قوي قوي واحنا عندنا موضوع الالقاب ده زايد حبتين. الالقاب وراها تاريخ، سلطة، غرور، واحيانا سخرية. تعالى الخص لك الموضوع وادي لك تفاصيله اللي محدش قالها لك قبل كده. ايه هو اللقب؟ اللقب هو اسم بينسب للشخص غير اسمه الحقيقي، وليه دلالات كتير. مثلا لقب بيدل على منصب او مهنة او صفة او مكانة اجتماعية او حالة اجتماعية او حتى موقف حصل للانسان ولزق فيه، فبسببه بدأ يطلق على الشخص اللي حصل له الموقف ده لقب معين. تعالوا نفصص الالقاب على مر العصور. في العصور القديمة قوي كان اللقب اهم من الاسم نفسه، لان اللقب كان عبارة عن سلطة وهيبة ومش اي حد بياخد لقب. مثلا الالقاب السياسية والملكية. ملك كان معناها من ملك الارض. امبراطور كانت بتتقال على الشخص اللي بيحكم عده ممالك، وسلطان كانت بتتقال على الحاكم اللي عنده سلطه وقوه. فرعون باللغه المصريه القديمه اسمها برعو، وكان معناها البيت العظيم، وكانت بتتقال على القصر الملكي، وبعد كده اتحولت ان هي تتقال على الحاكم نفسه. طب قيصر. قيصر جاية أصلا من اسم يوليوس قيصر. أول حد اتقال عليه القيصر هو يوليوس قيصر، وهو ده لقب عيلته أصلا. وبعدين بدأ اللقب ده يتقال على أي إمبراطور روماني. كسرى يعني ملك، والفرس هما اللي كانوا بيستخدموها. الألقاب بقى الدينية زمان، وكانت ليها علاقة بالتقوى والإيمان. مثلا زي مين؟ زي الشيخ، كانت بتتقال على الشخص الكبير في السن وعنده علم كتير. طب والإمام؟ كانت بتطلق على الشخص اللي بيؤتم به، يعني اللي الناس بتتبعه. كان في لقب اسمه الحبر، وده بيتقال على العالم الكبير. وفي امير المؤمنين، واللقب ده كان بيختص بس به الخلفاء الراشدين. خليفه كانت بتقال على مين؟ على من يخلف النبي في الحكم. علشان كده كان في الخلفاء الراشدين. زمان بقى الملوك كانوا بيحبوا يستخدموا الالقاب الكبيره عشان يخوفوا بيها المجتمعات، زي ايه؟ الملك العظيم او ظل الله في الارض كده. يعني احنا لسه في ايام زمان. نيجي بقى للالقاب الشخصيه. كانت القاب بتطلع من الناس نفسها على بعض. مثلا كانوا بيقولوا على الشخص الامين اللي سمعته كويسه لقبه مأمون، والشخص الحكيم كان بيتقال عليه رشيد. كان في بقى القاب ليها علاقه بالمهن، زي الخباز، العطار، الكاتب، القاضي، الحداد. عايزه بقى اقول لكم على حاجه. في عائلات كتيره بيكون ده الاسم الاخير فيها، او ده لقب العيله، ده لان اجدادهم بيشتغلوا في المهنه دي. كان في بقى القاب سخريه، الشعب بيستخدمها بشكل طريف، بشكل دمه خفيف، زي مثلا ان هم يطلقوا على حد ابو شنب، الليمبي، الجدع، ابو دم خفيف، برضو ده كان لقب. ابو ضحكه جنان، وده كان لقب اسماعيل ياسين. النوع ده من الالقاب طلع من الشارع وكان بيعيش اكتر من اللقب الرسمي اللي هو البي والباشا. الالقاب الرسميه كانت بتزول، لكن الالقاب اللي كانت بتطلع من الشارع كانت بتكمل مع الشعب. ايام زمان وايام العصور القديمه ليه كانت الالقاب مهمه؟ عشان الالقاب لما كانت بتنسب لشخص كانت فعلا بتدل على شيء، بتدل على مكانه، بتدل على اصل، بتدل على البلد اللي هو جاي منها. واحيانا اللقب ده كان بيلزق في الشخص فيبقى لقب العيله ويستمر معاه لاجيال واجيال. خلصنا العصور القديمه، تعالوا نقرب شويه. بعد فتره بدات تظهر مصطلحات جديده زي بيه، باش مهندس، باش كاتب، طنط. تعالوا نفصص حاجه حاجه. باش مهندس، بصوا اصل الكلمه باشا مهندس. باشا يعني صاحب المقام الكبير، مهندس جايه من الهندسه. ايام محمد علي والعصر العثماني المهندسين كانوا نخبة الدولة، لان هم اللي غيروا في المجتمعات بجد. كانوا بيشتغلوا على اصلاح الطرق والقصور والمناطق والترع وكل حاجة في الدولة، واي تغيير في الدولة كان بينسب لهم، فكانوا هم النخبة، بالتالي كان ليهم مقامة خاصة في الدولة، فكان بيطلق عليهم باش مهندس. يبقى باش مهندس على بعض يعني ايه؟ سيادة المهندس صاحب المقام الكبير. ندخل بقى على بيه وباشا وأفندي. لقب بيه هو أصلا تركي عثماني، بيه لقب تشريفي بيلقب بيه الأشخاص الشرفاء. تيجي الأعلى منها بقى في المقام باشا. احنا قلنا قبل كده باشا يعني ايه؟ صاحب المقام الكبير. هي أعلى من البيه، بتتقال بقى ايه؟ على الناس التقيله في البلد. وايام زمان كانوا بيدفعوا فلوس عشان ياخدوا البكويه والبشويه. ما هي بيه زمان كانت بتتنطق بطريقتين، عامه الشعب بيقولوا بيه يا سعاده البيه، واللي كانوا من طبقه ارستقراطيه اكتر كانوا بيقولوا بك، اهلا بيك يا عادل بك. مهم، كانوا بقى بيدفعوا فلوس علشان ياخدوا ايه؟ الالقاب دي. تيجي بقى بعدهم افندي او الافندي، برضو هي كلمه عثمانيه تركيه.
وعلى فكرة أفندي في الأصل يونانية، بس احنا واخدينها من الأتراك والعثمانيين، وبتتقال على مين؟ على المتعلمين واللي عندهم وظايف ثابتة. لقب أعلى من عامة الشعب شوية بس أقل من الباشا والبيه. بتتقال على مين؟ خريجي المدارس الحديثة، الكتاب، الموظفين الثابتين، يعني مرتبطة بالشخص المتعلم. تعال أديك مثال. بيقولوا إن عمر أفندي اترقى وبقى على الدرجة الثالثة في وظيفة الباشكاتب. أيوة هما كانوا بيتكلموا كده بتستغربوش، بس أنا قلت إيه في الجملة اللي قلتها؟ باشكاتب. تعال أقول لك إيه الباشكاتب ده كمان كان لقب. الباشكاتب ده كان لقب منتشر جدا في مصر والشام في العصر العثماني وبداية القرن العشرين. لقب إداري قديم بيتقال على رئيس الكتبة، يعني الباشكاتب ده هو رئيس الإداريين أو رئيس الكتبة. وكان بيشتغل فين؟ في المحاكم الشرعية، في الهيئات الحكومية، كان بيشرف على الإداريين الصغيرين أو بيعتمد الأوراق قبل التوقيع. طيب مكانته في الدولة كانت إيه؟ كانت أقل من الباشا والبيه زي الأفندي بس أعلى من الكاتب العادي، يعني كان شخص ذو مقامة في المجتمع. وبعد ثورة 52 تم إلغاء الألقاب الرسمية اللي هم مين؟ البيه والباشا، الأفندي والباشكاتب. المهم الألقاب دي اتلغت واستبدلوها بإيه؟ مسميات وظيفية زي إيه؟ رئيس إدارة، سكرتير عام، مدير قسم. بس باشمهندس على وضعها. هي ايوه باشمهندس حورناها شويه، لسه بنقول باشمهندس على الباشمهندس فعلا الناس الخارجه من الهندسه، بس برضو اي حد فاهم في اي حاجه بيتقال له يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس بتقول ايه، واحيانا بتتقال كنوع من انواع الوقار. اتفضل يا باشمهندس اتفضل، وممكن يكون دكتور واحنا ما نعرفش بس هنقول له يا باشمهندس. لا والجديد بقى دلوقتي ايه؟ هندسه، كليه هندسه كلها بيقولوا لبعض يا هندسه. من الالقاب برضو اللي موجوده من زمان من بدايه القرن ال19 لقب طنط. طنط ده لقب دخل على مصر في القرن ال19 ودخل بسبب الأوساط الأرستقراطية والمدارس الأجنبية. الكلمة في الأصل هي أنت، وأنت يعني العمة أو الخالة. إحنا بقى هنا بنقولها على أي ست غريبة أو ست كبيرة شوية بنقدرها ونحترمها. زمان في مصر كانوا بيقولوا عمتي، خالتي، أبلة، بس بعد شوية دخلت طنط وبقت بتستخدم بشكل عام. والموضوع ده حساس بالنسبة لي فمش عايزة أتكلم فيه كتير لأن أنا مش طنط. دي رسالة من ندى توكس لكل حبايبنا الحلوين، أنا مش طنط. وفي ألقاب بدأت بشكل رسمي بس اتحولت لحالة اجتماعية وبتعكس روح الشعب، زي ما قلتلكوا باشمهندس وباشا وبيه لسه لحد دلوقتي بنقولها. في بقى ألقاب زي أستاذ. أستاذ دي زمان كانت بتتقال على الراجل المعلم المثقف، بعد كده الناس بقت بتتداولها كتير وبتستخدمها كتير على أي راجل غريب. اتفضل يا أستاذ. نعم يا أستاذ، يعني لو اللي قدامي أنا مش عارفة هو دكتور ولا باشمهندس ممكن أقول له يا أستاذ. في بقى المعلم. زمان المعلم دي كانت بتتقال على الراجل اللي عنده صنعة واسمه مسمع في السوق، فكان الراجل يتقال عليه لا اما معلم لا استاذ، والست يتقال عليها الست الفلانيه. اتفضلي يا ست. والولد الصغير كان بيتقال عليه الجدع. شوف الجدع بالظبط كده. بس المستمر معانا لحد دلوقتي هي الاستاذ. معلم بدات تتلاشى شويه، وطبعا اي طبيب لقبه الدكتور الفلاني وده من زمان جدا. ومن الالقاب الدينيه هي حج وحجه، وبتتقال على الشخص اللي بيروح يحج بيت ربنا. الراجل حج والست حجه، بس احيانا كمان بتستخدم مع كبر في السن، يعني لما نلاقي واحد كبير في السن بنقول له ايه؟ اتفضل يا حج. احنا ما نعرفش هو حج ولا لا بس هو بالنسبه لنا حج، بس ده لقب جميل ويا رب كلنا ننوله. في بقى القاب جايه من الحاله الاجتماعيه زي مدام وانسه. مدام اصلها فرنسي وهي مدام، بتتقال على الست المتزوجه، ده لقبها. اتفضلي يا مدام عزه الدكتور وصل. احيانا مدام بتقترن باسم الزوج، يعني مثلا مدام استاذ محمد. فالست يعني بعد الجواز بنسبة كبيرة لحد دلوقتي لا بيتقال عليها أم كذا، وغالبا بيبقى باسم ابنها، لا بيتقال عليها مدام الأستاذ فلان. كان في بقى ألقاب دخلت على الشعب المصري زمان مع وجود الاحتلال زي لقب خواجة. خواجة أصلها فارسي وتركي، معناها الأجنبي أو التاجر الكبير. يقول لك إيه؟ الخواجة صاحب المحل. وكان الخواجة بيتكلم مصري مكسر. شوف خبيبي، شوف البضاعة اللي في المخل كله تحت أمرك. بس اللقب ده اختفى بعد كده. من الألقاب برضو اللي كانت موجودة في الوقت ده لقب حضرة. ده لقب لوحده كده، ده كان لقب رسمي محترم غالبا بيستخدم في الخطابات الحكومية. حضرة المحترم. في ايه حضرة؟ يعني ايه يا أستاذ يا محترم. في بقى لقبين موجودين لحد دلوقتي هما معالي وسعادة. سعادة ده لقب تشريفي وبيتقال على النواب والسفراء وكبار المسؤولين. سعادة السفير. ومعالي الوزير هي أعلى مستوى وهي رسمية وحديثة شوية، تتقال على الوزراء وكبار الدولة. في لقب تاني موجود من زمان بس دلوقتي بنستخدمه بطريقة مختلفة، لقب الأسطى. الأسطى يعني الصنايعي أو الحرفي، وأصلها تركي أسطى، وكان معناها الشخص اللي فاهم في الصنعة. الأسطى سيد الميكانيكي، أسطى عماد النجار.
اشخاص فاهمه في صنعتهم، بس دلوقتي بنستخدمها بطريقه مختلفه خالص. صباح الخير يا اسطى. كل الولاد الصغيرين بيستخدموا كلمه يا اسطى دي، بمعنى ايه؟ بمعنى يا صاحبي. لما بيكون ما بين شخصين مفيش تكلفه او رسميات بيستخدموا لفظ يا اسطى. الالقاب بقى الحديثه المنتشره دلوقتي، ايه يا نجم، ودي جايه من عالم الكوره ومعناها ان ده حد مميز. في حاجه يا كبير، اعتراف بالقيمه. هنا بتستخدم بسخريه بس هي فيها نوع من الاعتراف بالقيمه، كبير القعده يعني. في بقى لفظ مستفز قوي، ايه يا برو، اللي هو يا صاحبي وشقي يعني. وليها معنى تاني جاي من بروفيشنال، ودخلت على الشباب من السوشيال ميديا. او يا مان برضو ده لقب. اما بقى يا باشا فقدت معناها خالص، بقت وديه جدا. في القاب بيبقى مقصود فيها المبالغه، زي يا ملك ويا اسطوره، ده انت ملك يعني جامد جدا. الاسطوره بتوازي نفس المعنى، حد شخص جامد قوي يعني، جامد في الحاجه اللي هو بيعملها. محمد صلاح ده اسطوره، وده نوع من انواع المدح. اما بقى القاب بنات العصر الحديث جميله قوي. ايه يا قمر، في حاجه جميله، ايه توتي، دي الملكه. القاب كده قمر قوي، قمر. الالقاب دي بتجيب لي كرشه نفس، ولو حد قال لي يا قمر ما بردش عليه، ممكن اديه في وشه عادي جدا يعني. في القاب فنيه، ام كلثوم اللي لقبت بكوكب الشرق، وعبد الحليم حافظ اللي لقب بالعندليب الاسمر، وسعاد حسني سندريلا الشاش، فيروز سفيره لبنان، وغيرهم وغيرهم. اقول لكم في القاب بتعيش والاسامي الحقيقيه بتموت. ناس كتير نعرفهم بلقبهم وما نعرفش اساميهم الحقيقيه، زي المتنبي. المتنبي ده لقب، هو اصلا اسمه ايه؟ احمد بن الحسين ابن الحسن. صلاح الدين الايوبي ما اسموش صلاح الدين الايوبي، ده لقبه، لقب قوي، هو اصلا اسمه يوسف ابن ايوب. وام كلثوم اسمها فاطمه ابراهيم السيد البلتاجي. الخلاصه ان المجتمع اتحول من بيه وباشا وافندي لياسطى ونجم وكبير ومان وقمر. يعني المجتمع بقى افقي مش راسي، واللقب ما بقاش للسلطه، بقى للقرب. ودي كانت معلوماتي عن الالقاب. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير في حلقه جديده. سلام.